لو في حاجة الكل هيتفق عليها من 2019 لحد دلوقتي، هنتفق ان كلنا دخلنا رحلة عبر الزمن ومش عارفين نخرج منها لحد دلوقتي. عمالين كل يوم بنشهد كوارث وحروب ودول بتتقدم ودول تانية بتتقسم، كل ده في 5 أو 6 سنين بس. والحقيقة ان السرعة اللي بقينا فيها دي حاجة مستحدثة شوية، لسه ظاهرة مع انتشار الانترنت والسوشيال ميديا، مش بقالها كتير يعني. وهنا بقى بتكمن المشكلة. عقلنا بقى يفصل فترة كبيرة جدا في اليوم وكأنه مغيب ومش موجود، قاعد ياخد جرعات دوبامين كل شوية من الريلزات اللي بنسكرول عليها طول اليوم. ايش فيديو يضحك وايش فيديو حزين، مش مهم انا بستفاد ايه، المهم اني مبسوط. وده على فكره اللي خلى اليوم يجري بسرعه وبقينا مش حاسين بيه. ومش بس هي دي المشكله، ده كمان هتلاقي نفسك مش مركز اغلب الوقت، بتنسى كتير، الاستيعاب والتفكير بقى ابطا، والانتاجيه بتقل يوم عن يوم. كل ده من التليفون. ايوه، من التليفون. العلماء بقى رصدوا المشكله دي وطلعوا لنا بمصطلح اسمه تعفن الدماغ، اللي بسببه بقينا ما بنحسش باليوم، بقينا بنحس بالملل لو استنينا حد 10 دقايق على بعض. على فكره ده بقى مرض حقيقي موجود، ممكن انت نفسك تكون مصاب بيه. هنتكلم عنه بالتفصيل وعن ازاي تتخلص منه في فيديو تاني منفصل عن ده. طيب ايه علاقة ده بالكتب؟ وايه اصلا فايدة قراءة الكتب؟ وليه اصلا لازم تقرأ كتب؟ وعلاقة ده بالاحساس باليوم؟ ازاي قراءة الكتب تخليك تحس بيومك مع انتقالك انك تاخد معلومة سريعة من فيديوهات الريلز لوقت طويل وانت بتقرأ رواية نفسك تعرف نهايتها، او فصل في كتاب علمي نفسك تخلصه عشان تدخل في الفصل اللي بعده وتتعلم اكتر واكتر. حتة انك تقعد شهر كامل تقرأ كتاب هترجع عندك احساسك باليوم الطبيعي تاني. طيب هل الموضوع ده صعب؟ صعب نوعا ما في البدايه، لكن مع الوقت والتعود ممكن تخلص كتاب كامل في يوم واحد. وعشان تعمل كده لازم تقلل الكم وتكرر. يعني ايه بقى؟ يعني ما تدخلش بحماس البدايات وتقرا نص كتاب وبعد كده تبطل تقرا خالص. لا، ابدا بصفحه لمده اسبوع، والاسبوع اللي بعده زود شويه. خلي الهدف انك تستمتع بالقراءه مش انك تخلص كتب اكتر. تاني حاجه لازم تخليك تقرا كتب. القراءه بتخلي دماغك عضله شغاله مش سايبه. عضلات الجسم لو ما بتعملش مجهود او بتمرنها باستمرار بتضعف. كذلك برضو المخ لو ما بيشتغلش وبيتمرن بشكل مستمر هيحصل له عطل او تعفن زي ما قلنا. تمرين العقل بقى بيكون بالقراءه. دراسه في جامعه اكسفورد بتقول ان القراءه المنتظمه بتنشط نفس الاماكن اللي بتشتغل وقت التفكير، يعني كل صفحه بتقراها بتعمل بيها تمرين لعقلك. ثالث حاجه تخليك تقرا كتب، ان القراءه بتزود عمرك عمرين زياده. افهمك ازاي؟ تخيل مثلا انك بتقرا عن بطل قومي زي عمر المختار، في كتاب واحد هتلاقي احداث عن الشجاعه والحروب والتفاوض وحسن معامله الاخرين. كل ده انت اكتسبته من كتاب واحد. رابع حاجه بقى بحر المعلومات اللي ما بينتهيش. تخيل معايا ان في حد مثلا بيسأل عن السنة والشيعة ومين هم اصحاب المذاهب الاربعة، او ازاي بدأت الدولة العباسية، او العدوان الثلاثي على مصر، ويلاقي كل المعلومات دي موجودة معاه. بعيدا عن ان شكلك وقيمتك بيرتفع بشكل كبير جدا في المكان اللي انت قاعد فيه، الا انه على الجانب الشخصي مفيد جدا، لانك هتبقى متقدر جدا من نفسك ومن اللي حواليك. هضرب لك مثال بسيط. الكابتن سيد عبد الحفيظ، ليه القنوات والاعلاميين بيتهافتوا عليه؟ ليه لما بيدخل مع اي محلل او منتقد للاهلي بيكسب بكل سهولة وما بياخدش معاه حق ولا باطل؟ سبب ان الراجل ده عنده كميه معلومات رهيبه يقدر بيها يناظر اي حد، بجانب طبعا كاريزمته وانه شخص اداري والكلام اللي احنا عارفينه ده كله. مش بقول لك كده ان الكابتن سيد عبد الحفيظ قارئ كتب، انا ما اعرفش هو بيقرا كتب ولا لا، انا بوصل لك ان قدر المعلومات اللي عندك بيعلي جدا من الليفل بتاعك. خامس حاجه تخليك تقرا كتب، طريقه الكلام وتنوع الاسلوب. زي ما قال احمد ابو زيد قبل كده، شوف اي حد انت بتستمتع وانت بتتفرج عليه، تحس كده ان انت متكيف باسلوب الراجل ده. اهو ده بسبب القراءه. الراجل ده بيقرا كتير، ده اللي بيخلي المحصله اللغويه عنده كبيره، يقدر يبدل كلمه بكلمه، يحط كلام يدي نفس المعنى بشكل مختصر، وبيتكلم باساليب مختلفه، شويه بشكل حماسي شويه بشكل هادي، بيعلي رتم كلامه ويوطي رتم كلامه، ده غير القصص اللي بيستشهد بيها في كلامه. كل ده من القراءه. سادس حاجه تخليك تقرا كتب، فهمك للناس بيكون احسن. لما بتقرا اكتر من كتاب بتكتشف عقول الناس، طريقه تفكيرهم وتحليلهم للمواضيع. في كاتب بيشوف انك لازم تداري مشاعرك، خصوصا الحزن والياس والحاجات دي، عشان يعني محدش يستخدمها كسلاح ضدك. في كاتب تاني بيشوف انك لازم تعبر عن المشاعر دي، وان كبت المشاعر دي حاجه مؤذيه، وانك لازم تتكلم وتعبر عن المشاعر دي لان دي حاجه مريحه نفسيا. كل كاتب بطريقه تفكيره وبسرده للقصص. كل ما تقرا اكتر كل ما بتكتشف اكتر واكتر. السبعه والاخيره هسيبكم انتوا تكتبوها في الكومنتات، شايف ايه اكتر فايده الكتب بتضيفها لنا. وبس كده، لو عجبك الفيديو لايك واشتراك وشاركه عشان غيرك يستفيد. سلام.